السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. كده داخلين على عيد الاضحى. يا رب تكونوا بخير كده ومش ناقصين وزايدين. زي ما انتم شايفين كده معايا النهارده بقى شويه سردين كده ما شاء الله حلوين قوي. انا طبعا نضفت السردين اللي انتم شفتوه ده ونقعته في ميه ودقيق وملح وليمون، ما حطيتش عليه خل. ما بحبش ان انا احط خل على السمك عشان انتوا عارفين السمك بيبقى ضعيف كده بيتهري بسرعه، مش زي الفراخ واللحمه والحاجات دي. زي ما انتوا شايفين بقى حضرت طبق خضار كده حلو قوي. عملت السردين اهو بعد ما نضفته بقى وظبطته. معايا بقى كده شويه خضار حلوين، جزر وبصل وطماطم، ومعلقه هريسه شطه وفلفل اخضر، وهنا توم، فلفل اخضر حامي وبارد. وهنا الخضره، شويه خضره كده حلوين. شويه خضار كده شكلهم حلو قوي وطعمهم احلى. هيعجبكم ان شاء الله الطريقه دي، عايزاكم تجربوها. معايا بقى هنا كمون على شطه على كزبره على ملح. خلطه كده انا بعملها بحط منها على الاكل، بتبقى حلوه قوي جاهزه عندي على طول. هنا بقى شويه بهارات سمك كده حلوين من عند العطار اللي انت بتحبيه بقى وبتحبي حاجته بتجيبي منه طبعا. حطيت كده شويه بهارات سمك، يبقى حطينا كمون على كزبره على شطه على ملح. دي كده زي ما بيسموها حباش يعني. حطيت منها على السمك. احط طبعا شوية زيت. معلش التصوير ما كانش مظبط النهارده طبعا عشان انا اللي بصور، كنتش عارفه اظبط الكاميرا كويس. حطيت شويه خل كده مش كتير عشان لو في زفره ولا حاجه، بس انا غسلاه كويس يعني بالدقيق والملح والليمون. وهنا بقى احط شويه ملح. انا مش عارفه، في حاجه غريبه الايام دي في الملح، مهما احط ملح مش بيحدق، مش عارفه ليه. هما اللي قاصدين بقى ولا المشكله فيا انا؟ هبدا اقلب بقى الخضار كله اللي عندي كده اللي انا عاملاه. زي ما انتوا شايفين بقى الوانه حلوه قوي. هعصر عليها كده نص ليمونه. تشمي بقى ريحة الخضار كده وانت بتعمليه. بيبقى طالع كده ريحته جميلة وتبقى عايزة تاكليه كده من غير ما يستوي. شكله فعلا حلو، والالوان الخضار مع بعضها كده حلوة قوي. هقلبه كده كويس واظبط الملح بتاعه. لو حابة تحطي بقى فلفل حامي بتحطي، عندك اطفال او ناس كبيرة ما مش بتحطي. آه، فحط ظبطت هنا بقى الملح كده وقلبته. هجيب بقى كده الطبق. لا، رحت جبت بقى معلقه كده كبيره عشان طبعا كنت هتشل من المعلقه الصغيره دي، مش عارفه كنت ليه عامله في نفسي كده. فرحت جبت معلقه كبيره. وبعدين بقى هشيل شويه كده من الخضر اللي انا عملته ظبطته حدقه كده وبقى حلو. بشيل منه شويه عشان احطهم على وش السردين. اخر الاسبوع بقى كده وطبعا الناس بتبقى عايزه تاكل اي حاجه كده اخر الاسبوع. فجبت سردين ده حلو، سعره حلو قوي، بكيلو تقريبا ب50. وتعملي اكله حلوه وهتعدي اليوم. هبدا بقى ان انا ارص كده السردين بتاعي، الرصه اللي تعجبك. وبيبقى تغيير. وطبعا الحاجات اللي بتاعت البحر دي بتبقى غنيه قوي باوميجا 3، وبتبقى حلوه جدا للاطفال والكبار وكله. وفي نفس الوقت سعره كويس. ما كناش من زمان قوي بصراحه. خلاص بقى رصيت اللي عندي اهو. الكميه اللي عندي هيتبقى كده واحده ولا اتنين احطهم في النص. نحاول نظبط الشكل كده على قد ما نقدر. بحب قوي اما اجي اعمل اكل اكون مظبطه شكله كده عشان الناس تبقى داخله على الاكل كده بنفس. تشوفي الحاجه كده تبقى مرتاحه نفسيا. الحاجات دي بتفرق معايا بصراحه، ممكن ما تفرقش مع ناس كتير بس بتفرق معايا. كان متبقي معايا شويه خضره بقى، فقلت لا مش هحطهم بقى، اسيبهم كده للاخر. آه هبدأ بقى احط شوية الخضار اللي انا كنت شايلهم في طبق كده على جنب، لهم عوزة. احطهم كده على الوش.
كنت حطيت طبعا في الخلطة زيت، مش عارفة انا كنت قلت لكم ولا لا، بس اكيد انتوا شايفين معايا يعني. حطيت بقى الكمية اللي عندي كده، ظبطتها على وش السمك كله. يلا يا ستي بتعملي ايه؟ كنت عاملة بقى شرايح ليمون كده. حط الاول شوية زيت. مهم جدا الزيت للسردين ده، عشان لما تدخليه الفرن ياخد لون كده حلو، مبقاش ناشف. فيمكن حطيت شوية زيت كتار شوية، بس هو كده لازم يعني، من الاساسيات بتاعه السردين انت تحطي له شويه زيت حلوين كده عشان ياخد لون حلو في الفرن وما ينشفش. وبصراحه كان حلو قوي، وكانت بطنه كلها سمونيه حلوه قوي يعني بصراحه، كان طازه كده وحلو. حطيت بقى شويه زيت اهو. عندي بقى شرايح الليمون كده احطها برضو بشكل حلو. عملت لكم ورده حلوه، ايه رايكم؟ العين بتاكل قبل البق، حتى لو الاكله طعمها مش حلو بس تحس ان هي حلوه من شكلها تبقى مقبله عليه. شويه خل كده صغنطتين، مش عارفه انا متوصيه بالخل ليه النهارده. هنا بقى كنت حطيتها على البوتاجاز تغلي شويه. اول ما وطيت طبعا النار عليها، توطي النار كده علشان طبعا مش بتزوديها ميه ولا حاجه، من الميه اللي بتنزل من الخضار اهي، خلاص بقى الميه نزلت اهي من الخضار زي ما انتم شايفين بتبقبق اهي. وبعدين بقى احط عليها الفويل، اغطيها عشان اقمرها كده، البخار بتاعها يسويها في بعضها كده بالخضار ويسوي الخضار. هنا بقى بعد ما خلاص طفيت عليها ودخلتها الفرن كده على الشوايه، خدت لون وما شاء الله كانت ريحتها قلب الدنيا بصراحه يعني. وبالهنا والشفا بقى عليا وعليكم اللي انتوا شفتوا. ويا ريت تجربوها بقى وتقولوا لي رايكم ايه، وان شاء الله طريقتها هتعجبكم. هنا بقى كنت خلاص عملت كده شويه رز ابيض وبقدمه بقى، وعملت معاه شويه سلطه خضراء وبالهنا والشفا. في ناس بتحب ان هي تاكله بعيش، مفيش مشكله. يلا اشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين حبايبي. يلا سلام، باي باي.